الإنسان قادر يتجاوز أقصى الظروف إلى لقى اللي آمن به وإلى تمسك بالإرادة. هيلين كيلر زادت سنة 1880 في الولايات المتحدة. قبل ما تجاوز 19 شهر تصابت بمرض سميتو التهاب الصحية اللي خلاها تفقد البصر والسمع ديالها. تخيل معايا، ما كتشوف ما كتسمع وما كتقدرش تهضر. هادشي اللي خلاها تولي في عزلة تامة، وكانت السلوكيات ديالها صعيبة حيت مازال ما قدرش تعرف ولا تفهم العالم من حولها. التحول الحقيقي بدا فاش دخلت المعلمة آن سوليفان لحياتها، وكانت فقط في 20 من عمرها. واخا أن كانت بنفسها كتعاني مشاكل في البصر والسمع، مع ذلك هادشي ما وقفهاش من أنها تعاون هيلين واخا فقد الأهم حاستين التعلم. آن ابتكرت طريقة عبقرية واللي هي أنها كتشد في إيد هيلين وكتكتب عليها الحروف الأبجدية بحركات صعيبة. في البداية ما كانت هيلين كتفهم حتى حاجة، احتاجت اللحظة الشهيرة عند مضخة الماء. تما فاش كتبات آن كلمة ماء أي واتر في يد هيلين وخلاتها تقيس الماء باش تفهمها أكثر. هنا غتكتشف هيلين أن لكل شيء اسم. كانت لحظة ولادة عقل جديد. من بعد بدات كتعلم القراءة والكتابة وحتى الكلام، واخا كان النطق ديالها ثقيل. واللي غيصدمكم هو أنها قرات وتخرجات باش تكون أول شخص أصم وأعمى كيحصل على شهادة جامعية. ما وقفاتش هنا، ولات كاتبة مشهورة بحيث ألفت 12 كتاب، ومن أشهر الأعمال ديالها قصة حياتي. دافعت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقة والمرأة والفقراء. هيلين كيلر حيرة الطب والعلم والمنطق. رسالتها للعالم كانت حقيقية. الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في فقدان الأمل.